ما تملش، اوعى تمل. قعدنا نقول لك مليون مره اعكف على الكتب وادرس، او قلنا حصل العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرق، اقعد وقت من حياتك كده ضيع عمرك فيه. هنا يا جماعه ان تفني عمرك في طلب العلم، هو ده خير العمل يا جماعه. عباده وعلم، اعمل الاثنين مع بعض، صدقني يا ابني هم دول خيراي الدنيا والاخره. تحس كده انك في مكانه ما حدش وصل لها. طبعا انا عارف انك هترد عليا وتقول لي لا يا مستر، الفلوس اهم حاجه. الفلوس يا ابني مش اهم حاجه الفلوس. انا لا انكر اهميتها، ولكنها الوسيله وليست الغايه. اتعلموا يا جماعه والله هتكبروا. لما يكون همك هو الفلوس، انت هتعمل بيها ايه؟ يعني بص، ده بيقول لك، يعني الشاعر كان بيقول وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها. يعني واحد غيزت له الدنيا بما فيها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ هتروح منها بايه؟ اي شخص فينا هيروح منها بكفن ومشتين بيض هيتلفوا حواليك وهتترمي في التراب. ما عرفتش تاخد اي حاجه معاك، فانت ما تسعلهاش قوي. يعني انا ما بقولكش ما تعيش حياتك، عيشها، بس سؤال، انت لما تحويها باجمعها يعني ايه اللي انت هتعرف تاخده منها؟ اللي انت تعرف تاخده منها حاجتين: سيره طيبه سبتها، زي ما احنا قلنا قبل كده، ارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر قبل الموت بعد الموت عمر انسان. ده شيء كويس، والعمل الصالح اللي انت عملته هتقابل بيه ربنا. لكن ان انت تقول لي فلوس جمعت على قد ما جمعت، هتعرف تاخد منهم قرش؟ يعني لو لا قدر الله واحد فينا توفاه الله، هتعرف تاخد قرش واحد؟ مش هتعرف. ده انت بالعكس يوم القيامه ربنا الناس يقول لك ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. مش ممكن واحد المال ما اغناش عنه. هنا يا جماعه لا يغني، ولذلك يعني خليك كده بص عاقل، يعني خلي فيه عقل. ولذلك يقول الشاعر أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنته. يعني انت لما تيجي تبيع أباق بفان، يعني انت بتبيع الفاني، بتشتري الفاني وتبيع اللي باقي. تشتريه سفاهة، سفيه وانت بتشتري، عبيط قوي، بتشتري اللي فاني وبتسيب اللي باقي. الباقي هو اللي أفضل، لكن اللي فاني ده ملوش لازمة، حاجة هتروح. فبيقول لك أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان، يعني بتشتري سخط ربنا عليك بدل ما تشتري رضوان. ونارا بجنته، انت ما شاء الله اشتريت الثلاث حاجات السيئه، اشتريت الفاني، اشتريت السخط من ربنا، واشتريت كمان ايه يا جماعه؟ يقول لك انا اباق بفان تشتريه سفاهه وسخطا برضوان ونارا بجنته. اشتريت ايه؟ سخط، واشتريت فاني، واشتريت نار، وبعت مين؟ بعت الباقيات، وبعت الرضوان، وبعت الجنه. مش ممكن. عقل مش موزون. عقل الانسان ده لما تيجي تبص له مش عاقل ابدا. يقول لك كائن عاقل، كائن عاقل. عاقل ازاي يعني؟ نفسي افهمها. لو عاقل ما كانش عمل كده. وانما العقل في الحكمه والترشيد، انك تبقى فاهم كويس الدنيا مخلوقه ليه، بس كده. فهنا حبيب قلبي ما تملش منك تتعلم، لا احنا بنتعلم مع بعض، بنضيع وقتنا في العلم. دي حاجه كويس ان احنا نضيع وقتنا فيها. عمرنا لما نسال عنه نقول له والله يا ربنا احنا ضيعنا وقتنا في التعليم لوجهك مش لحاجه ثانيه. فربنا سبحانه وتعالى يكتبها لنا ويأجرنا عليها في الدنيا والآخرة.